زي ما عودتكم لما بشوف حاجة تعجبني لازم اعرضها عليكم تاخدوا منها افكار. المطبخ ده عجبني جدا على الرغم من صغر حجمه، الا انه ومساحته، الا انه ما شاء الله اللهم بارك مش ناقص اي حاجة نهائي، وفيه كل حاجة. والمنتجات اللي فيه كلها راقية جدا عالية جدا اهو زي ما احنا شايفين. هبدأ بقى معاكم اهو. دي البيولر والصواني السيلفر، قدامها طقم الشاي على صينية بورسلين، ولايق معاه طقم التوابل اللي جنبه الماربل، وطقم مجات ماربل برضو، وطقم قهوة على حامل. وهنا بقى الفلتر اهو، وطقم السكاكين، طقم سكاكين جرانيت كل حاجة، والتوزيع السيليكون الأندلس عالي جدا ما شاء الله اللهم بارك. ومعاه هنا طقم ملاحات تاني، ده جنب البوتاجاز، والبوتاجاز بيلت ان، والبيلت ان ده بيوفر في المساحة. تمام. وبعدين الاير فراير جنب البوتاجاز، وهنا الميكروويف وتحته الفرن بيلت ان برضو، وتحت هنا الباسكت، وجنبها غسالة الأغراض الداخلية. دي غسالة سيليكون كده بتتطوع عشان ما تاخدش مساحة. طبعا هنا في البداية كده اهو المعالق على ستاند، والتلاجة، وفوق التلاجة وحدة هي حاطة فيها الحاجات اللي مش هتستخدمها كتير، زي الايه طقم ألمونيوم اللي دهان، على الرغم ان الطقم ده قيم جدا وتقيل جدا وغني عن التعريف، الا ان يعني مش هتستخدمه كتير، يعني هي الناس بتجيبه كده من باب لو احتاجته في اي وقت. بعد كده في الوحدة دي هي حاطة الستانلس، وانا ملاحظة اهو ده الطقم ستانلس لينز، اللينز برضو كويس في الستانلس مش وحش. وفوقه طقم ميلامين، ده طقم ميلامين تركي جرانيت، بيكون اللي هو منقط الجرانيت ده، بيكون ده طقم ميلامين تركي. هي جايباها اهي. وهنا طبعا الماسك السيليكون. الوحدة اللي تحت البوتاجاز على طول هي عاملاها للمصفيات والحاجات البلاستيك. بعد كده هنا هي عاملة الحاجة الوحدة دي للكوبايات اللي مش هتستعملها او اللي مفردتهاش، دي كانت زيادة عن استعمالها. المساحة زي ما انتم شايفين على الرغم انها صغيرة، الا ان ما شاء الله مستفيدة بكل جزء فيها. هي عاملة الوحدة دي للمقليات والكنك والحاجات الجرانيت، كل حاجة هي عاملاها كده هتبقى جنب البوتاجاز والبرادات والجريل، وجايباها جنب اهي تحت البوتاجاز مباشرة عشان هتبقى تحت ايدها في الاستعمال. طقم الشوربة الماربل ده، وفوقه طقم اللي هو الطواجن البورسلين الماربل، هي لقتهم مع بعض ماتشنج كده فحطتهم في نفس الوحدة بحيث ان ما تزحمش الرخامة. وهنا هي جايبة في الرفايع الحاجة الراقية النظيفة الغالية الماتيريال، ومش مكترة ولا جايبة أعداد كتير، جايبة اللي هتستعمله بس حاجة ماتيريال حلو، مصفى سيليكون وصواني ميلامين. وهنا حاطة طقم الحلل اللي هتستعمله، كانت في وحدة عميقة تحت الأدراج اللي تحت البوتاجاز. خدوا أفكار واللي ناقصه حاجة يفتكرها. هنا بقى طقم البايركس الحراري الفرنساوي، وتحته الصواني بجميع مقاساتها، سواء الكليبس سواء الجرانيت سواء التيفال المربع والمستطيل والمدور. هنا هي جايبة طقم الأواني الحجري، هو ده بيبقى شبيه بالتيفال، إلا إني أنا ملحوظة كده الطقم ده مع الاستعمال بيتبهدل، فأنا ما بنصحش بيه بصراحة. اللي هو الطقم اللي هو الحجري ده بيتبهدل جدا من بره وبيقشر من بره ومن جوه، في الشكل كحلو إنما في الاستعمال مش قد كده. هنا بقى اللي هو نيش المطبخ زي ما بيقولوا، حاطة الحاجات اللي هي هتقدم منها للضيوف عشان ما تجيبش من النيش اللي في الصالة بره. وهنا ده قهوة وكاسات. تكملة بقى الشوب والشاي والاستكانات دي بتاعت الأندلس. كل المنتجات دي متوافرة بداخل سنتر ماما نودة كلها، حتى اهي استيكرات الاندلس والشوبات اللي هي الجولد، كل ده بفضل الله بفضل الله موجود بداخل سنتر ماما لودا. تمام. هنا اهو المجات. هنفتح الوحدة دي، هما سايبينها اكيد هيحطوا فيها الخزين بتاع المطبخ، والوحدة اللي كانت تحت الحوض فيها حاجات بقى بلاستيك وكده. وهنا الغسالة LG، وهنا برضو وحدة للزيت والخل وباقي الخزين.
الوحدة دي كانت اللي هي المطبقية، فيها طقم البورسلين والشاي والشوب الايه ده التركي والشوبات الدنمارك. وهنا برضو باقي كوبايات الاستعمال الشخصي، وكل الحاجات اللي فوق دي اللي هو البسباتشي التركي. كل ده زي ما انتوا عارفين، واللي متعامل معانا عارف ان كل ده موجود بداخل سنتر ماما نود. هنا بقى ان الوحدة اللي فيها الادوات الكهربائية بتاعة المطبخ، اللي هو الخلاط والكبة وصنعة الزبادي، وفوق حاجات الرحلات اللي هي علب التلاجة وحافظات الطعام والترابس. ما شاء الله اللهم بارك. المطبخ مساحته مش كبيرة، الا انها جايبة من كل حاجة بوفرة، ومن كل حاجة الماتيريال العالي بتاعها زي ما احنا شايفين، وحاجات كلها راقية جدا. هنا طبعا اللي هو اهو الوحدة اللي فوق الشفاط اللي فوق البوتاجاز، هي حاطة فيها طقم السمك وطقم جيلي كده استعمال للمطبخ. ربنا يهنيها بحاجتها يا رب. دمتم بكل خير.